بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبين لكم بقى اول تعليق من خالد الغندور على فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش، وجايبين لكم فيديو لخالد الغندور بيتكلم فيه عن حاجات كتير جدا هنسمعه مع بعض، هنسمعه ونشاهده مع بعض. ورد عاجل او رد فعل حسين لبيب بشهاده المحاد مرتضى منصور تجاه احمد الاحمر، وكلام مع بعضنا كده ندردش فيه شويه. نبدأ سريعا كده بخالد الغندور على صفحته على الفيسبوك. خالد الغندور على صفحته على فيسبوك علق على مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش، وكتب وقال: الأهلي بيحقق فوز جديد ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين. وبعد ما سمعنا فيديو خالد الغندور نروح لكابتن حسن لبيب. خرج حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك على دعم اللاعب أحمد الأحمر لاعب فريق اليد. وعلى فكرة مش حسين لبيب بس اللي طلع يدعم اللاعب، لا ده المدرب الفريق ولاعبين الفريق طلعوا يساندوا أحمد الأحمر ضد مرتضى منصور. بعد الكلام اللي قاله مرتضى منصور وجهه ناحية أحمد الأحمر. فزي ما شايفين كده أو في مكتوب هنا معانا، خرج حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك على دعم اللاعب أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد، وذلك عقب تلميحات مرتضى منصور ضده بالأمس خلال المؤتمر الصحفي داخل نادي الزمالك. وكتب حسين لبيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال إن الزمالك أولا، وتابع حسين لبيب وقال: أما نتكلم عن كرة اليد الزملكاوية يبقى أكيد أول واحد يجب أن يذكر هو الكابتن أحمد الأحمر، ودائما أقول إنه أحسن من لعب كرة اليد في جميع الأجيال على مر التاريخ المصري وليس نادي الزمالك. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. ده كان تعليق حسين لبيب على هجوم مرتضى منصور على لاعب نادي الزمالك أحمد الأحمر. نشكركم ويا رب يكون الفيديو حاز على إعجاب حضراتكم، ونشوفكم فيديو آخر إن شاء الله. وكان معاكم خليل أبو آية من قناة جمهور النادي الأهلي مع خليل.